بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا الدرس 22، وهو عن الزواحف والحشرات باللغة السندية. نبدأ الشرائح ونقول بسم الله. نبدأ عرض الشرائح. قبل ما نبدأ الدرس أذكركم أن تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك للفيديوهات ومشاهدة الفيديوهات كاملة. وكمان تفعيل زر الجرس ولايك وكومنت عشان يكون لنا تحفيز لمواصلة الدروس والبرامج الأخرى، قوائم التشغيل الأخرى الشيقة التي بدأناها، وهي عن السياحة في باكستان وفي السند والدراسة للطلاب. إن شاء الله القادم أجمل في تلك القوائم. نبدأ درسنا اليوم وهو عن الزواحف والحشرات باللغة السندية. أول كلمة عندنا في هذا الدرس هي متشر. متشر أي البعوض. متشر أي البعوض. وقد قال تعالى في القرآن المجيد: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الكلمة الثانية هي عندنا كتمل. كتمل هذه البقة أو البقة، هذه اللي آه إذا يعني جاءت هذه على الجسم تصير فيها كذا نحك الجسم هذا كله، تصير لنا حكة. عندنا كلمة مانجر ماتش. مانجر ماتش أي التمساح. مانجر ماتش أي التمساح. تدو. تدو أو ماكड़. تدو أو ماكड़ أي الجراد. وقد قال تعالى: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وهذا الجراد الأيام هذه موجود عندنا بكثرة في باكستان وفي السند، في الحقول وفي البساتين. الله يستر يعني. وحتى الآن في المدن كمان، ونسمع من بلدان كثيرة كمان، دول عربية جاء الجراد هذا بكثرة. الله يستر يعني. عندنا الكلمة ساندرو. ساندرو هذا الحرباء اللي يغير لونه في كل مكان، أي مكان يروح يبدل لونه زي المكان ذاك. نانغ. نانغ أي الحية أو الأفعى أو الثعبان. रेशम जो कीड़ो. रेशम जो कीड़ो أي دودة الحرير. مكة. مكة أي الذباب. وقد قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. الكلمة عندنا كمي. كمي أي السلحفاء. جوها. جوها أي الضب. ديدر. ديدر أي الضفدع. ويتشو. ويتشو العقرب. دامر. دامر أي العنكبوت. وقد قال تعالى: إن أوهن البيوت إيش لبيت العنكبوت. بوبت. بوبت أي الفراشة. الفراشة. جوا. جوا أي
القمل. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات إيش مفصلات. الله يستر علينا وعليكم. ماكية جي مكة، ماكية جي مكة أي النحل. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. كيفيلي، كيفيلي أي النمل. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. الكلمة التالية وهي كيري، كيري أي الوزغ. بامبوري، بامبوري اليعسوب الصغير هذا اللي يطير. فهذا كان درسنا اليوم عن الزواحف والحشرات. أتمنى أن يكون أعجبكم، وإن شاء الله تكتبوا هذه الكلمات في الدفاتر اللي جالسين نتعلمها. كلمات كثيرة الحقيقة، يعني جالسين تعلمناها الحمد لله إلى الآن، وهي كما تسمى في الإنجليزية، في اللغة الإنجليزية vocabulary. جالسين نجمع الكلمات الكثيرة هذه إن شاء الله عشان بعدين نستعملها في الجمل في الدروس القادمة بإذن الله عز وجل. نستعملها في الجمل ونتعلم اللغة السندية بإذن الله. في الأخير نذكركم مرة ثانية تعملوا سبسكرايب في القناة وتشاهدوا الفيديوهات وتعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس وكومنت وشير كمان إن شاء الله حتى نواصل بإذن الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.